في قصص لما تسمعها تحس إنك في كابوس، بس الكابوس ده حقيقي وبيحصل حوالينا كل يوم. قصة طفلة عندها 12 سنة، لسه بتلعب في الشارع ولسه بتضحك من قلبها، وفجأة ضحكتها اتبدلت بصراخ مكتوم وبطنها كبرت، ومع كل شهر كانت الطفلة بتتحول لإنسانة تانية، إنسانة مكسورة وجواها سيف أبشع من الخيال. كل حاجة بدأت لما الأم رجعت. الأم اللي كانت هربت من أبوهم من 20 سنة كانت مش قادرة تستحمل الضرب والإهانة والذل. هربت علشان تعيش، علشان تلاقي نفسها، بس وهي بتدور على نفسها نسيت ولادها. ولما رجعت لقت الكارثة، بنتها الصغيرة حامل. إزاي؟ أنت مين؟ الأسئلة دي كانت بتصرخ جواها دماغها، بس البنت ما كانتش بتتكلم، كانت بتعيط وساكتة وخايفة وجسمها بيرتعش. ومع الضغط والكلام والدموع الطفلة نطقت وقالت الكلمة اللي خلت الأم تقع على الأرض: عمو هو اللي بيعمل لي كده، مش مرة ولا مرتين، ده بقاله شهور، وكل يوم يهددها ويقول لها لو قلتي أبوكي هيقتلك. وكان بيخليها تسكت وهي مرعوبة من صوت الخطوات ومن ضلمة الأوضة ومن ريحته. الأم قامت جري على بيت أهلها، راحت تصرخ وتقول أخويا اغتصب بنتي. بس كانت المفاجأة التانية، أهلها كانوا عارفين. الجدة كانت ساكتة والأب كمان ساكت، والكل بيقول إحنا مش عايزين فضايح، نجهضها ونسكت الموضوع. وكأن الطفلة دي مش إنسانة، وكأن الحمل ده مش جريمة، وكأن البنت المفجوعة دي مش لحمهم ودمهم. لكن الأم ما سكتتش. الأم قررت تطلع صوت بنتها للعالم كله، قررت تاخد حقها حتى لو العالم كله ضدها. بس يا ترى القانون هيقف في صفها، ولا المجتمع اللي بيبرر كل جريمة هيطلع يقول ما تدخلوش بيتكم القضاء؟ اللي حصل بعد كده أبشع من كل اللي فات. حصل إيه؟ ومين وقف معاها؟ ومين خانها؟ عدى كام شهر على الحكم والبنت الصغيرة بقت أم. أيوة، بنت عندها 12 سنة شايلة بيبي في حضنها، بس حضنه كان تقيل قوي على قلبها. كانت كل ما تبص في وشه تفتكر الكابوس اللي عاشته. بس الغريبة إنها حبيته. الناس اتقسمت حواليها، ناس قالت إزاي تربي ابن المجرم، وناس قالت ذنب إيه الطفل. بس هي قررت تكمل تعليمها وتربي ابنها، وتخلي الحكاية دي بداية مش نهاية. يا قالت لي جملة عمرها ما هتسيب ودني: أنا يمكن اتكسرت بس ما انتهتش، أنا هعلم ابني يبقى راجل مش وحش. وفي آخر زيارة ليها لقيتها ماسكة إيده وقالت لي قولي للناس إن البنت الصغيرة دي ما كانتش ضحية بس، دي كانت ناجية وقوية وكبرت قبل أوانها، بس ما انهزمتش. يا جماعة، مش لازم نستنى الكارثة تحصل علشان نصحى. شوفوا عيالكم، صدقوهم، اسمعوهم.